السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبي عاملين إيه؟ إن شاء الله تكونوا بخير دايمًا. النهارده هنخزّن ورق العنب، هاقول لكم على طريقة سهلة وجميلة أوي، بتحفظ ورق العنب، بتخلّيه يقعد معاكِ أكبر وقت ممكن لغاية لمّا تطلّعيه بيبقى طازة زي ما هو كإنِّك لسه عاملاه دلوقتي. أنا جايبة ورق العنب صغير وزي ما أنتِ شايفاه فريش وكده، هاقطّع اللي هي العنقود اللي فيه. ممكن أنتِ ترصيه من غير ما تقطّعيه وتربّطي العنقود ده في بعضه. لكن أنا باحب كده إن هي تبقى سهلة، باعمله بالطريقتين. زي ما أنتِ شايفة قدّامِك كده، بامسك أهوّة وأرُص الورقة بطريقة كويسة فوق بعضيها، بحيث إن هي تبقى متساوية ومعايا، وأعرف إن أنا أقول لِك هاخزّنها إزاي. الورق العنب بيبقى من الأكلات المحبوبة جدًا عندنا في مصر، وإحنا بنحب نعمله على كل في أي سُفرة، في أي عزومة. فطبعًا في وقت ما بيبقاش موجود. أنا عندنا هنا ما باخزّنش ورق عنب كتير، لإن إحنا عندنا معظم الوقت بيبقى في ورق عنب وقت قصير، يعني ممكن شهرين بس اللي ما بيبقاش موجود فيه ورق العنب، اللي هو الخريف لمّا الورق بيسقط كده ويطلع تاني جديد. لكن إحنا عندنا يعتبر متوفّر على طول، فأنا باخزّن كمية صغيّرة مش كتير، بس حبّيت إن أنا أورّي لكم إحنا بنخزّنه إزاي. أنا هاكمّل بالطريقة دي وأرجع لِك أقول لِك إحنا هنعمل فيه إيه. أنا دلوقتي كمّلت الكمية. يعني ممكن إن أنا أجيب زي ما أنتِ شايفة الورق طبعًا مش مغسول خالص زي ما هو، ما فيهوش ولا نقطة مَيّة، طبق فِل زي ما أنتِ شايفة، باحط الكمية اللي أنا محتاجاها ومعايا راب stretch بقى باغلّفه كويس أوي. الطريقة دي بتحفظ ورق العنب، ما بتخلّيهوش يتكسّر، ما بتخلّيهوش إن أنتِ مهما تحطّي عليه أي حاجة ما بيجرالوش أي حاجة خالص. باغلّفه كويس بالstretch زي ما أنتِ شايفة كده، وجاية بقى أروح أحطه في الفريزر وأرص الأطباق بقى فوق بعضيها. وأول ما آجي إن أنا أطلّعه من الفريزر بابقى غالية المَيّة خالص، وأروح جاية مسقّطاه فيها مباشرةً، بيتفك بسهولة جدًا وبيتحط فيها وبيطلع الورق فريش وطازة. ورق العنب لو سلقتيه بيتبهدل معاكِ وبيتفتفت وبيبقى مهري كده وبيطلع وِحِش جدًا، لكن الطريقة دي بيحتفظ بلونه الجذاب الجميل ده، وبيحتفظ بنعومته وورقه، فعلًا حاجة جميلة أوي. زي ما أنتِ شايفة أنا باحب الطريقة دي، بتبقى سهلة وبسيطة. يعني ما بتاخدش مكان في الفريزر، وفي نفس الوقت ما بتاخدش معايا وقت، وباغلفه كده بسرعة. في طريقة تاني برضه إن أنا هاوريها لِك ممكن تخزنيه إزاي لو أنتِ مش متوفر عندِك الأطباق الفِل أو الstretch اللي أنتِ بتغلفي بيه، ممكن في الأكياس العادية خالص بنعمله فيها، بنخزنه فيها بطريقة حلوة أوي، وبيتشال معاكِ وبيتحفظ أكبر وقت. فعلًا لو قعد بالسنة ورق العنب في الفريزر بالطريقة دي ما بيجرالوش أي حاجة خالص، بتطلّعيه بيبقى جميل جدًا وكأنه طازة وما فيهوش أي حاجة. أهم حاجة ما تنسيش تحطّي لايك وشير وسبسكرايب وتفعّلي الجرس عشان يوصلنا كل جديد. أنا دلوقتي وريتِك إزاي هو في الاسترتش شكله إزاي وعامل إزاي. أنا دلوقتي هاجيب الكيس أهوّة، كيس عادي ما فيهوش أي حاجة، كيس تخزين. باجيب شوية من ورق العنب على حسب الكمية اللي أنا محتاجاها، بالفّهم بطريقة حلوة كده أهو، زي ما أنتِ شايفة، بالفّهم زي صباع المحشي وأروح جاية حاشياهم وأحط كذا واحد بالطريقة دي. أول ما باجي إن أنا أطلّعهم طبعًا هُم بيبقوا جنب بعض، باحط الكمية اللي أنا محتاجاها برضه على قد الوجبة اللي أنا عايزة أعملها. لو أنتِ مثلًا هتعملي مثلًا محشي مشكِّل مع كرنب أو أي حاجة، فقلّلي الكمية بحيث إن أنتِ الكمية اللي هتطلّعيها وهتعمليها من ورق العنب خلاص ما ينفعش إنِّك أنتِ مثلًا تحطّيها في التلاجة تاني أو الفريزر تاني. خلاص بقى، فأنا باحط بالكمية اللي أنا محتاجاها أو اللي أنا عايزة إن أنا أشوفها. باطلّع الهوا كويس أوي، أوي من الكيس وأربّطه بقى زي ما أنتِ شايفة، ما اخلّيش فيه أي هوا خالص عشان خاطر ما يعملش معايا أي بكتيريا أو أي حاجة ويأثّر على ورق العنب. زي ما أنتِ شايفة برضه ما بياخدش أي مكان ولا أي حاجة بالطريقة دي، وباكمّل كده. أول ما باجي برضه باسخّن المَيّة خالص وأعملها. أنا كده كمّلت الكمية. أتمنى إن الوصفة تعجبكم، وفعلًا طريقة سهلة وبسيطة لورق العنب، وأشوفكم في فيديو جديد إن شاء الله مع وصفة جديدة وفيديوهات أكتر ووصفات أحلى وأجمد. وإن شاء الله ما تنسوش تحطّوا لايك وشير زي ما قُلت لكم وسبسكرايب ونفعّل الجرس عشان يوصلنا كل جديد. زي ما أنا باقول لِك أنا هاقص بس طرف الكيس من هنا وأسقّطه كده على طول في المَيّة، والتاني برضه هافِك الstretch وأحطه بقى أغطّسه في المَيّة على طول. وأشوفكم في فيديو جديد مع وصفة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.